اعرف إمامك، فإذا عرفت إمامك تكون قويا، لأن الجاهل بالإمام لا يكون قويا، يتزلزل بأدنى إشكال، يتزلزل بأدنى سؤال يسألون عن الإمام ما يعرفه مثلا، هذا ما يعرفه شخصا ولا يعرفه حقيقة وجوده الإمام، تحتاج له معرفة. فما أحتاج أعلق، قد نذكر بعض الروايات التي تعرفنا ببعض وجود الإمام المبارك. يقول النبي صلى الله عليه وآله في رواية البحار وفي مصادر أخرى: عندما عرج بي إلى السماء السابعة يقول: قال الله عز وجل: يا حبيبي يا محمد، أتحب أن تنظر إلى خلفائك من بعدك؟ قلت: إي يا رب، من هم خلفائي؟ قال: انظر إلى يمين العرش. يقول رسول الله: نظرت إلى يمين العرش وإذ بي أرى 12 نورا، نور علي المرتضى باعتبار مفعول به، نور